افضل 5 لعيبه في مباراه الاهلي النهارده مع الزمالك بعد ما فوزنا 4-1 في ليله كده. نقدر نقول ان هي ليله من ليالي التاريخ، الليله اللي هتفضل مدونه في العمر مهما يحصل. فباختصار كده كان عندنا نجوم النهارده، بس هقول لك افضل 5 لعيبه من وجهه نظري التي ليس لها قيمه على الاطلاق، اللي ممكن انت تتفق معاها او تختلف معاها في الحالتين. يعني انت فوق راسي وما عنديش اي مشكله. اول لاعب اختاره وهو اللاعب رقم 5 اللي ممكن انت تستغرب انا بحطه ليه في القائمه ديت، فهو هيكون محمد شريف. محمد شريف بالنسبه لنا زي ما قلت من شويه ان انا قلت ايه، ان محمد شريف العلاقه اللي بين وبين الزمالك هي ملهاش اي تفسير. علاقه الفكره ان في كده لعيبه بيبقى ربنا مسهل لها، ربنا موفقها، هم بيجتهدوا. محمد شريف في كل الاجوان اللي جابها قبل كده في الزمالك ده هدفه السابع. كل الاجوان اللي جابها قبل كده توقيتات صح، بيستخدم الذكاء بتاعه، بيقف صح، بيوجه الكرة صح. النهارده سحب نفسه، كرة جات له من ديانج، سددها بدقة راحت في الجون، فهو اللي حللك الموضوع. يعتبر 3-1 كانت قريبه شويه، فان هو نزل واول ما نزل كده راح جايب لك الجون دوت، فبقت 4-1 خلاها لك نتيجه كبيره. فمحمد شريف بالنسبه لي هو افضل 5 لاعب موجود في المباراه. واللاعب بقى رقم 4 هو برضو البديل الثاني اللي نزل للاهلي، وهو اللي انا استغربت هو ليه ما بداش المباراه وليه ما نزلش بدري اكتر من كده، وهو احمد حسن كوكا اللي نزل واثبت ان هو من بطوله افريقيا، وهو ثابت ان هو لعيب كبير. فالمباراه بتاعت النهارده ديت رغم ان هو نازل مباراه قمه وكان الزمالك بدا خلاص ان هو يمسك الكوره، احمد حسن كوكا بينزل عكس فخري خالص اللي كان بادئ المباراه. لاعب نازل احمد حسن كوكا، لاعب نازل عنده ثقه بنفسه كبيره جدا، عنده ثقه ان هو هيروح ياخد كل كوره وهيوجهها، مش متوتر، بيفك التكتلات اللي كانت بتحصل عليك لما بيحصل عليك كماشه. كان هو اللاعب اللي بياخد الكوره وبيوجهها لقدام. بالنسبه لي هو نزل، هو افضل بالنسبه لي بديل نزل للمباراه ديت، نزل فعلا ظبط الدنيا عكس طاهر شريف لسه متكلمين عليه، عكس اي حد تاني في الفريق. لا، احمد حسن كوكا بالنسبه لي هو رابع افضل لاعب في المباراه من ناحيتنا. عند اللاعب رقم 3 واللي ياما انتقدناه، بس النهارده وده تكمله، انا ليه حاطه رقم 3؟ ده تكمله للي عمله في الفتره اللي فاتت. اللاعب دوت هو محمد هاني، رغم النهارده اللي غلط في كورتين في الشوط الاولاني، ورغم ان هو ما كانش الافضل في كزي المباريات اللي فاتت، الا ان محمد هاني النهارده كان ظاهر. محمد هاني النهارده هجوميا راح بكورتين من تعليمات كولر، الزاويه اللي هو فضلوا يلعبوا عليها. محمد هاني اللي الكره الاولى شاطها كانت قنبله، والكره الثانيه شاطها صدها ساعتها صبحي. فهي ديت الفكره معايا، ان كان محمد هاني كان ظاهر وكان بيظهر هجوميا وكان بيحاول، ودفاعيا كان بيحاول يعمل اللي عليه. فبالنسبه لي هو في المركز الثالث. نيجي بقى عند المركز الثاني وهو هيكون بالنسبه لي 2. اول واحد وهو علي معلول. علي معلول اللي اتحسن جدا 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 دفاعيا وبقى فارق معاك دفاعيا. علي معلول اللي السنين اللي فاتت كان بيغلط، علي معلول اللي السنه دي هو 25 مساهمه تهديفيه بين الصناعه وبين الاهداف، رغم انه عنده 33 سنه، رغم كل الانتقادات اللي حصلت على معلول السنين اللي فاتت ان علي معلول دفاعيا هو مش الافضل، وان علي معلول بيرجع الموسم ده هادي جدا لما بيجي يطلع الكوره، لما بيجي يلعب الكوره، ومركز جدا لكل حاجه بتحصل. علي معلول النهارده دفاعيا كان كويس جدا، ما كانش فيه خطوره من ناحيته بتعدي او اي كوره بتحصل من عليه. وعندك على الناحيه الهجوميه علي معلول النهارده كان جات اكتر من كوره، كان كولر بيجي عليه الصوره وهو عمال يوجه اللعيبه ان هم من الشوط الاول ان هم يخشوا في عمق الملعب. ولو ركزت هتلاقي ان الجون بتاعك اللي حسين الشحات جابه الاولاني فهو من عمق الملعب، الجون الثاني برده كان نفس الحوار، حسين الشحات دخل في الحته اللي في النص شاطها من عمق الملعب. الجون الثالث علي معلول، ايه اللي جاب علي معلول الباك الشمال؟ ان انت تلاقيه في نص الملعب دخل واستلم الكوره، مشي بيها عدلها بالظبط وراح شايطها وسجل الهدف الثالث ليك. علي معلول بالنسبه لي هو اللاعب اللي هو التوب. علي معلول هو اللي انا بشبهه ان هو جيل علي معلول بمعنى اصح، وهو يستحقها، وهو من اهم اللعيبه طبعا اللي جت في تاريخ الاهلي، مش هقول لك في المواسم ديت. فعلي معلول من اهم اللعيبه. ده كان اللاعب الاولاني. في المركز الثاني اللي بحطه، المركز الثاني برضو اللاعب الثاني فيه، فهحط كولر اللي كان متعود على توليفه معينه اللي هي مروان عطيه، اليو ديانج، حمدي فتحي. فجاه بيلاقي ان حمدي فتحي مشي، بيلعب مع 2 مروان وديانج، ولسه بيشوف الثالث قندوسي، قفشه، فخري، هنشوف هنلعب بمين. فجاه النهارده لقى منه برده مروان بيقع، لقى ان النهارده ديانج مش موفق، فجاه اتحط في الظروف ديت، بس برده فضل يلعب على المباراه، فضل يلعب على غلطات الزمالك ويعرف ان هو يكشف دوت وان هو يلعب لهم من العمق، وكان مركز جدا. وعندك على الناحيه الثانيه اللي هي الناحيه اليمين، وتحديدا في الشوط الثاني اكتر من 3-4 كور، كره رامي ربيعه وكورتين محمد هاني والجون بتاع محمد شريف،
كان خطير جدا من الجبهه ديت، وهو كان ساعتها كولر هو اللي قايل للعيبه ان هم يلعبوا في الجبهه ديت وهيقدروا منها ان هم يعرفوا يسجلوا، وفعلا سجلنا الهدف. فكولر بالنسبه لي توب، كولر بالنسبه لي هو الافضل، وان هو اصلا طول الموسم ده كده مجهودا يعني تكليلا للمجهود بتاعه. انت بتتكلم ان مدرب لاعب الزمالك الغريم بتاعك كسبه في اول مباراه 2-0، خد منه السوبر، بعد كده كسبه في الدور الاولاني 3-0، بعد كده جه في الدور الثاني كسبه 4-1. فهو في 3 مباريات مع الزمالك فهو كسب فيهم الثلاث مباريات، سجل 9 اهداف واستقبل هدف واحد بس. فكولر ليه كل تقدير وكل احترام. ونيجي بقى عند افضل لاعب في المباراه، وهو بالنسبه لي وبالنسبه لكم طبعا وبالنسبه للجنه اللي بتدي افضل لاعب في المباراه، وهو حسين الشحات، اللي النهارده كان حاسم وسهل الدنيا عليك بصوره كبيره جدا. وهو دوت اللاعب السوبر، هو دوت فعلا اللاعب اللي تدفع فيه فلوس، اللاعب اللي بيظهر لك في كل المباريات الكبيره، اللاعب اللي كان حاسم جدا لينا في افريقيا، وهو يعتبر سبب من الاسباب الرئيسيه اللي جاب لنا اللقب معاه بالظبط على طول النهارده في الدوري. فحسين الشحات حاسم، وكان حاسم النهارده بنسبه كبيره جدا. هدف في اول المباراه، تحرك في العمق والكره والكره فوق، ما قالش بعيده، ما قالش اي حاجه، راح لها خد الكره دخل وراح شايطها على طول. الكره الثانيه دخل برده في العمق، وجه نفسه شاط الكره. الهدف الثاني. حسين الشحات النهارده هو مان اوف ذا ماتش بدون مبالغه. دولت كانوا افضل 5 لعيبه موجودين في المباراه من وجهه نظر انا. عايز اعرف بقى انت بتتفق معايا ولا بتختلف في اللعيبه ديت، وتقول لي رايك تحت في الكومنتات. بس كده، ودي حلقه النهارده، واتمنى تكون كده كانت خفيفه على